لكن لابد أن نتطرق إلى بعض الكتب المهمة حتى نعرف حاله ومن يقرأها. عندنا بعد ذلك التدمرية مثلا، هل يقرأها الإنسان بعد الفتوى الحموية ماذا؟ نعم، الذي يظهر أنها مناسبة لأنه يذكر قواعد في صفات الله سبحانه وتعالى، يعني قواعد في صفات الله عز وجل. القاعدة الأولى والثالثة عدد من القواعد ذكرها في كيف أول تعرف الصفات ثم ترد على المخالف، ويذكر من ضمن ما ذكر فيها يعني ذكر قال يعني ويتبين ذلك بأصلين شريفين ومثلين مضروبين. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في بعض الصفات الأخرى. ثم ذكر أمثلة، يعني ذكر رحمه الله تعالى. ثم أيضا أهل البدع الذين تطرق، يعني ذكر فئات أهل البدع الذين ينكرون الصفات كل الصفات، بماذا يرد عليهم؟ ثم الذين يذكرون بعضها وينكرون بعضها، كيف يرد بكلام بعضهم على بعض. فأقول ذكر هذه القواعد الحقيقة، وهذه تكون بعد قراءة الحموية وفهمها. وأيضا الشيخ الحقيقة يعني أمر مهم، وهو أن يحرص طالب العلم ألا يكون هو يعني يعتمد على القراءة، بل يحضر دروس المشايخ والعلماء الذين يقربون له المعاني ويوضحون له يعني العبارات المشكلة. فيعني هذا مما ينصح به خصوصا في يعني كتب العقيدة المتأخرة ترد على أهل الشبهات. يعني في أقل من يعني ثواني، لماذا هذه الصعوبة التي تحتف بالتدمرية؟ ما الإشكال في هذا؟ يعني هو أنا كما ذكرنا العقيدة سهلة ويسيرة، لكن لما يأتي أهل البدع ثم يضعون لهم قواعد ومصطلحات وعبارات، فيضطر يعني العالم أن يستخدم ربما بعض عباراتهم للرد عليهم. ليس هنا تقرير عقيدة ولكن نقض شبهات. جميل. ولذلك كما ذكر أيضا في شارح الطحاوية، يعني أن السلف رحمه الله تعالى لم يجهلوا مثلا العرض والجوهر وهذه المصطلحات وهذه العبارات، ولكنهم أعرضوا عنها لأن الحاجة لم تدعو إليها في وقتهم المتقدمين. لكن لما جاءت الحاجة إليها فاستخدم شيخ الإسلام رحمه بعض عباراتهم ليس لتقرير العقيدة ولكن للرد على الشبهات. وشرح العقيدة الطحاوية يحتفي به مشايخنا، فمن يقرأه وكيف يقرأه شيخ الإسلام؟ يعني أقول هذا والله الحمد يدرس، وهو لاحظ أنه يعني المؤلف الحنفي أبو جعفر الطحاوي ثم ابن أبي العز حنفي، وهذا يدل على أن أهل السنة جميعا ليس بينهم خلاف في العقيدة. المذاهب الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف عقيدتهم أهل السنة، وأن خلافهم في مسائل الفقه خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. ولذلك هذه العقيدة نقول الطحاوية هي من تمثل عقيدة السلف، فمؤلفها أبو جعفر سلفي العقيدة، وكذلك شارحها أقول سلفي العقيدة، وهي أيضا تذكر الشبهات ثم ترد عليها، وهي أسلوبها سهل وميسر. جميل. حتى عندنا كثير من التساؤلات، لكن كثير من كتب ابن القيم ابن تيمية التي ذكرها وموجودة في مجموعة وغيرها عن سواء في الرد على الأشاعرة وغيرها، هل يقرأها الإنسان طالب العلم المبتدئ أم هذه المتخصص فيما بعد كي يقرأ؟ هو أنا أقول بالنسبة لشيخ الإسلام لابد أن الإنسان أقول يطيل القراءة في كتب شيخ الإسلام، كما ذكرنا يقرأ في الكتب السهلة الواسطية الحموية ثم التدمرية، ثم يترقى بعد ذلك إلى درء التعارض منهاج السنة. وأيضا كثرة القراءة في هذه الكتب يعني تجعل الإنسان يستطيع أن يستوعب العبارات. يعني بعض الناس ويعرف مصطلحات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بعض الناس الآن يعني شيخ الإسلام موسوعي، يعني كتب يعني موسوعات، ولذلك له تصنيفات حتى للمخالفين. يعني لما تقرأ مثلا كلامه في الشيعة فتجد أنه يصنفهم أصناف، كلامه في الصوفية صنفهم إلى أصناف، يعني صوفية الأرزاق، الرسوم، الحقائق، فذكر أصناف للصوفية وغيرها من الأصناف الأخرى. فنقول بعض الناس أحيانا الذي ليس عنده يعني طول نفس في القراءة ولا يعني أطال القراءة فيها، ربما مثلا في موضع ذكر كلام شيخ أو قرأ كلام شيخ الإسلام عن فئة من هؤلاء، فظن أنه يعني به كل من ينتسب إلى هذه الفئة، كل من ينتسب إلى التصوف، كل من ينتسب إلى التشيع. فهذا لابد أن أقول يعرف مع طول القراءة. حقيقة هذا الإبحار جميل مع كتب العقيدة، معني لاحظت التركيز على كتب ابن تيمية رحمه الله. أنا شاكر لك دكتور محمد. بقي عندنا الفقرة الأخيرة بإذن الله عز وجل. لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى